البنات اليوم غادي نحضر معكم سيجار بالدجاج والبيشاميل تيجيو تيحمقوا ومقرمشين. غادي نبدا بالحشويه الاولى. غادي ناخذ مقيله وندير فيها جوج بصلات يكونوا مشلضين، غنزيد عليهم شويه ديال الملحه والبزار السكنجبير والقرفه، وغادي نزيد صدر ديال الدجاج يكون مقطع صغير، وغادي نزيد شويه ديال الزيت باش نشحر كلشي مع بعضياته. وبالنسبه للبيشاميل غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده تكون عامره، وجوج معالق كبار ديال الدقيق، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الزعتر. وغادي نحاول نديرهم فوق النار حتى ومع التخليط حتى يذوبوا العناصر. وغادي نبقى نزيد الحليب بشويه بشويه. زدت شويه في الاول وحركته مع بعضياته باش يطلق لي داك الزبده والدقيق في الطحين، ومن بعد غادي نزيد السيطرون اللي بقى لي ديال الحليب ونخلط كلشي مع بعضياته حتى توجد لي البيشاميل وتعقد. بالنسبه للدجاج غنحاول انني نشحر كلشي مع بعضياته حتى غيتشرب ليا داك الماء ديال الدجاج. من بعد غادي نزيد عليه البيشاميل اللي حضرت معكم ونخلط كلشي مع بعضياته ونخليه يطيب على عافيه تكون متوسطه حتى يعقد ديال الخليط. وغادي نكبوها في اناء باش نخليه يبرد بما نوجد معكم الورقه. وكيف ما كتشوفوا عندي ورقه البسطيله كبيره، غادي نحاول انني نقسمها على 4، وغادي ناخذ المثلث ديالي هكا الاول ونحاول انني ندهنو هكا بشويه ديال الزيت عاديه، ونحاول انني يعني ندير هكا الحشوه ديالي من الوسط. كتجي صراحه زوينه البنات ومعلكه وبنينه. ونحاول انني نجمع الاطراف ديالها ونحاول انني نلويها على شكل صيغار. في يعني الطرف الاخير غادي نحاول انني ندهنو بهكا بيضه طربتها باش يلصقوا ليا هاد لي صيغار ديالي. ونبقى هكا يعني غادي نحاول انني ناخذ طاوه ديال الفران ونصطفهم فيهم. فانا ما غاديش نقليهم، غادي نديرهم في الفران، ومع ذلك راه تيجيو مقرملين البنات وتيجيو زوينين زوينين بزاف وغادي يعجبوكم. من بعد ما ساليت وعمرت لي صيغار ديالي غنحاول انني ندهنهم هكا بشويه ديال الزيت وغندخلهم الفران يكون سخون من قبل. بالنسبه للنص اللي بقى ليا درتو في فريغو حتى جمد وشد فراسو، ودرتو هكا في واحد ميكا ديال الثلاجه، وغادي ندخلهم الفريغو يعني حتى النهار اللي نبغيهم ونوجدهم. يمكن لكم توجدوهم في رمضان البنات تيجيو تاعي يحمقوا وغزالين بزاف. تيجيو مقرمشين وغزالين غزالين بزاف وبنانين. ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.